في أكثر من محطة، كنا طرف في تهدئة التوتر الذي يحصل بين الطرفين. تعطينا مثالا إذا سمحت. يعني الآن عندنا مسعى مهم في مسألة ترتيب اللقاء الثنائي بين البلدين في بغداد لاستعادة فعلا؟ الحوار. نعم، لاستعادة الحوار، استئناف الحوار، لكن المسألة تحتاج بعض التطمينات، لأنه حصل حوار في دول أخرى، عمان، أكثر من مكان. نعم. لكن الالتزامات مع لغة التهديد والوعيد اللي يرفضها الجانب الإيراني، ويريد وضوح في طبيعة هذه الحوارات واللقاءات. هل الإدارة الأمريكية تقبل مبدأ الحوار وأنتم تكونون طرفا فيه في بغداد؟ نعم، سمعنا من مسؤولين في الإدارة الأمريكية. فينا نعرف من؟ يعني في زيارة الأخيرة للمبعوث الأمريكي لشؤون سوريا السيد توم باراك، كان جزء من حديثنا حول هذا الموضوع.